عندما بدأت سنة 2009 وذكرت ببساطة أنني لا أود أن أرى بلدي في الوضع الذي هي فيه، أود أن أرى بلدي حرة مستقلة قائمة على العدالة الاجتماعية. انطلقت أبواق الإعلام الذي تشبهني بالإعلام النازي والإعلام الفاشي، في لم يذكروا لي أو يناقشوا معي أي من هذه المطالب لمدة عام، وإنما أصبحت أعمل مع إيران، أعمل مع الولايات المتحدة ضد الإسلام، مع الإخوان المسلمين. الحملة الحكومية على الدكتور محمد البرادعي ليس فيها منطق سياسي ولا حكمة سياسية. At this stage, the following can be stated. 1. There is no indication of resumed nuclear activities in those buildings that were identified through the use of satellite imagery as being reconstructed or newly erected since 1998. After 3 months of intrusive inspections, we have to date found no evidence or plausible indication of the revival of a nuclear weapon program in Iraq. وحصلت على جائزة نوبل، وفي حيثيات جائزة نوبل قالت أنني مدافع لا يهاب. هذا كانت اللغة التي استعملت، لأنني وقفت ضد وذكرت حتى أسبوع قبل الحرب أنه لا يوجد أي دلائل على امتلاك العراق للسلاح النووي. أما أنا كنت بحاول أيام الحرب العراق أن أجعل مصر كذلك تكون طرفا وتحاول مع العراقيين للتعاون، وتحاول مع إنها تتصل بصدام حسين لنصل إلى حل سلمي، وليست مصر فقط والدول العربية. وإنما الرئيس مبارك كذلك ذكر لي أن العراق، معلومات مصر أن العراق لديها أسلحة بيولوجية، يعني ما ذكروا للرئيس بوش ذكروا لي. That you were warned, I believe, by the Egyptian president Mubarak, I believe. Mubarak told Tommy Franks that Saddam had biological weapons. يحدث الدول العربية تستطيع أن تمنع الحرب في العراق إذا أرادت، وإنما لم يحدث هذا. في 6 مليون خبر عن محمد البرادعي، في 3 مليون خبر على الأقل بتقول لك إننا السبب الرئيسي إن أمريكا لم تستطع أن تحصل على قرار من مجلس الأمن بغزو العراق. الضغط على إسرائيل لتتخلى عن سلاحها، وليس إننا نحصل على سلاح نووي بطريق أو آخر. توقيف غزة لابد أفتح المعابر دي فورا، وليس هناك قانون إنساني، وليس هناك أي شيء إن ما افتحش المعابر. 4-5 من أعضاء الحكومة الإسرائيلية طالبوا بطردي من الوكالة. الأهرام قالت إن الدكتور محمد البرادعي عنده جنسية سويدية، وده كلام فارغ، وناس ما اشتغلتش 5 دقايق بحث في الموضوع، لأن الدكتور محمد البرادعي لا يحمل أي جنسية أخرى. الدكتور البرادعي لا يحمل إلا الجنسية المصرية، لم ولن يحمل إلا الجنسية المصرية.
أحدهم في الأهرام قال الجنسية النمساوية، آخر في جريدة الجمهورية قال الجنسية السويدية. بنتي تزوجت، زوجها مسلم، تزوجوا في السفارة المصرية في فيينا على الشريعة الإسلامية، وكان شاهد زواج السفير رمزي عز الدين رمزي سفير مصر في فيينا. باسمي وباسم اي حد رد هذا الكلام، يعني بنقدم اعتذار لدكتور البرادعي. هذا ديننا يا جماعه. الاسلام هو دين الدوله، بتعكس تاريخ مصر وحضاره مصر الاسلاميه. يتكلمون عن الماده 2 ويقولوا ان محمد البرادعي ضد الماده 2. محمد البرادعي على الاطلاق الماده 2 طبق الماده 2. اول حاجه في مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المساواه. المساواه مع الرجل والمراه، المسلم والقبطي. للأسف يعني كثير من المصريين كانت الصورة مشوشة عندهم في هذا الأمر. الدكتور محمد البرادعي وطني من أقصاه إلى أدناه غصب عن ناس كتيرة، لأن دي شهادة السيد الرئيس محمد حسني مبارك حين تكرم ومنحه قلادة النيل اللي هي أعلى وسام في مصر، ويمنح لأعظم وأرقى الشخصيات في التاريخ الوطني.